صباح او مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم فيديو جديد. معاكم دياب. توقعاتنا للجوله ال 17 بعد الفيديو اللي توقعنا في الجوله 16. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبنفتح كل يوم لايف. بس زي العاده معانا محمد. السلام عليكم. وبعد ما توقعنا نتيجة الجولة 16 تعادلنا انا واحمد في النتائج. هو توقع مباراة تشيلسي وبرنتفورد بنتيجة 2-1، وانا توقعت إبسوتش وولفرهامبتون ب 2-1 برضه. فهنشوف الجولة دي هتعمل معانا ايه. اول مباراه معانا هي مانشستر سيتي ضد استون فيلا، اللي جاي بخساره من الضربه القاضيه ضد مانشستر يونايتد في الديربي. يا دنيا ايه وراكيش غيري؟ بخساره 2-1 وجنون جوارديولا في اللقاء. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش. بس هل جوارديولا هيسيب الامور تفلت منه؟ جوارديولا احنا عارفينه لا، وهنشوف الماتش ده يكون قوي جدا. لكن عزيزي المشاهد خليني اقول لك ان الدفاع اللي زي الغربان يجيب الاهداف بالشنط. استون فيلا فريق عنده هجوم سريع، واخشى على دفاع السيتي بعد موسم كارثي باستقباله 23 هدف في 16 مباراة. ولكن عزيزي المشاهد زي ما انت شايف ترتيب الفريقين، فاكيد المباراة مش هتكون سهلة. شاركنا توقعك في الكومنتات. ولكن قبل ما نقول توقعاتنا، هل عزيزي المشاهد شايف ان رودري هو سبب اساسي في مشاكل خط دفاع مانشستر سيتي بعد استقباله 23 جول في 16 مباراة؟ قولوا لنا رايك في الكومنتات. وبعد ما عرضنا التفاصيل هنقول دلوقتي توقعاتنا. انا متوقع 3-2 لاستون فيلا. وانا توقعي هيبقى ناحية السيتي. هي في مشكلة، بس هتوقع ان السيتي يحاول يحل شوية من جزء من المشاكل بتاعته، ويتوقع انه يكسب 2-1. ويلا بينا للماتش التاني. وتاني ماتش معانا هو بين وست هام وبرايتون. فرقة زي برايتون جاية من خسارة ووست هام، وده ماتش مفتوح. الفرقتين بيحبوا الكرة الهجومية. وست هام فريق بيعمل مشاكل على ملعبه، واللي يلعب بالنار يتحرق. اظن ان وست هام هيستغل الاندفاع الهجومي لبرايتون وممكن يعمل مفاجأة الجولة دي. وتوقعي للجولة هيبقى تعادل الفريقين وست هام ضد برايتون نتيجة 1-1. وانا بتوقع ان المباراة هتنتهي ب 2-1 لبرايتون. تمام، يلا بينا على الماتش اللي بعده. يلا. ثالث مباراة معانا هو بين نيوكاسل ضد إبسوتش. الفريقين جايين من مكسب. نيوكاسل كسبان ليستر سيتي 4-0، وإبسوتش كسب 2-1 وولفرهامبتون. نيوكاسل صاحب المركز ال 12 اللي محتاج يفوق، مش ده نيوكاسل اللي احنا عارفينه اللي بينافس على الدوري وعلى مقعد في دوري الأبطال. الطير اللي بيتأخر في الصحيان بيفوت رزقه، واظن ان نيوكاسل مش هيضيع الفرصة دي لانه بيلاعب إبسوتش صاحب المركز ال 18. ولو جينا التوقعات هتوقع فوز نيوكاسل 3-0. توقعك؟ انا بقول 3-1 لنيوكاسل. يلا بينا على الماتش اللي بعده. يلا. ماتشات الجولة هتبقى بين برنتفورد ونوتنجهام فورست. ماتش صعب التوقع لان نوتنجهام رابع الدوري، وبرنتفورد فريق مش سهل على ملعبه والعقل الزينة، ونوتنجهام لو لعب بتوازن ممكن يكسب. هنشوف توقعنا ايه. توقعي فوز 2-1 لبرنتفورد. انا بقول هتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لنوتنجهام. يلا بينا على الماتش اللي بعده. يلا بينا. يلا. واخر ماتشات يوم السبت هتبقى بين ارسنال وكريستال بالاس. المباراة اللي هتبقى قوية جدا، منافسة على ال3 نقاط. ارسنال المدفعجية عايزين ال3 نقاط علشان يلحقوا على القمة. منافسة بين عايز يقرب لتشيلسي وليفربول. ولو جينا بصينا على كريستال بالاس، عين بصيرة والايد قصيرة. وتوقعي الماتش هيخلص 3-1 لارسنال. توقع؟ وانا بقول هتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لارسنال. يلا بينا على ماتشات يوم الاحد. يلا بينا. واول مباريات يوم الاحد هتبقى بين فولهام وساوثهامبتون. ساوثهامبتون غرقان في المركز الاخير، وفولهام مش هيرحم اللي وقع محدش هيشيله. يلا بينا على التوقع. توقعي للماتش انه يخلص بنتيجة 2-1 لفولهام. توقعك؟ وانا بقول الماتش هيخلص تعادل 1-1. يلا بينا الماتش اللي بعده. ماتش معانا
هيبقى بين ايفرتون وتشيلسي. تشيلسي في المركز الثاني يواجه ايفرتون. الميه تكدب الغطاس. تشيلسي بيحاول يقرب من ليفربول اكتر، وارسنال من تحت بيحاول يقرب منه اكتر، وتشيلسي مع مدربه الجديد ثابت وعامل نتائج قويه جدا. يلا بينا على التوقع. انا متوقع فوز تشيلسي 2-0. توقعك؟ وانا بقول الماتش هينتهي بنتيجه 3-1 لتشيلسي. يا نهار ابيض. يلا بينا على الماتش اللي بعده. يلا بينا. الماتش اللي بعده هيكون ما بين ليستر سيتي وولفرهامبتون. وولفرهامبتون في المركز اللي قبل الاخير، وليستر سيتي في المركز ال 17. والفرقتين عزيزي المشاهد جايين من خساره في الماتش الاخير، واللي معاه قرش يساوي قرشين. ممكن ليستر يفوز ام ولفرهامبتون يعمل مفاجاه قويه الجوله دي. ويلا بينا على التوقع. انا اتوقع فوز ليستر سيتي 1-0. توقعك؟ 0-0 تنتهي المباراه بالتعادل. يلا بينا على الماتش اللي بعده. يلا بينا. في الماتش اللي بعد كده هنلاقي فيه بطل الديربي مانشستر يونايتد ضد بورنموث. مانشستر يونايتد كسبان سيتي 2-1 وبورنموث كسبان 2-1 برضه. اليونايتد جايب روح معنويات عاليه جدا بعد فوز بالديربي. انا جيت. لكن اليونايتد في المركز ال 13 وبورنموث في المركز السادس. ومن غير كلام كتير يلا بينا على التوقع. انا اتوقع الماتش ده يخلص 2-0 يونايتد بالروح المعنويه اللي عنده. توقعك؟ وانا متوقع ان المباراه دي هتخلص بالتعادل 2-2. توقعك وانت حر فيه. يلا بالماتش اللي بعده. يلا بينا. واخر ماتش واقواهم ليفربول ضد توتنهام. قمه الجوله 17. المتصدر ضد المركز العاشر، ومباراة هتبقى قوية جدا. ليفربول جاي من التعادل وتوتنهام جاي بفوز بنتيجة 5-0. بعد تعادل ليفربول مع فولهام بنتيجه 2-2، ليفربول عايز يثبت اقدامه على القمه، لان في صراع قوي ما بينه وبين تشيلسي. ماتش نار، اللي معاه سلاح عمره ما يتهزم. وتوقعاتي للمباراة المجنونة دي هتبقى بفوز ليفربول بتاع 3-2، وتوتنهام برضو هيبقى ماتش صعب جدا. توقعك؟ وانا توقعي المباراه دي هتبقى فيها اهداف كتير وهتبقى مباراه مفتوحه، وانا بتوقع ان الليفر هيفوز 4-3 وهتبقى مباراه نار، لان دي قمه الجوله 17. ولو وصلت لحد هنا لسه ما عملتش لايك اعمل لايك وسبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا بنطلع كل يوم لايف. سلام.